برج الدلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في قناتي تاروت مونيكا. النهارده ان شاء الله نعمل قراءه ليك، والقراءه دي هتكون القراءه العاطفيه لانه منتصف مايو عام 2026. هنتكلم عن العاطفه بشكل تفصيلي، هنتكلم عن العزاب، عن المرتبطين، عن المنفصلين، عن الكراش، هنتكلم عن طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعر تجاهك، شايفك ازاي، ايه نوايا، ايه خطوات القادمه. كمان هنشوف لو انتم منفصلين مبتعدين منكم واسفين، هل في عوده مؤكده اثناء منتصف مايو عام 2026 ولا لا؟ ولو انت شريك برج الدلو وعايز تعود له مره ثانيه وخايف رد فعل برج الدلو، هقول لك ايه هو رد فعل برج الدلو. هيقبل بعدك مره ثانيه ولا لا؟ هيتقبلك في حياته مره ثانيه ولا لا؟ كمان هتشوف لو في التدخلات دي اهل واصدقاء ولا علاقه ثلاثيه. طب لو هي علاقه ثلاثيه مكمله معانا ولا منسحبه ولا تعمل اثناء القراءه، كل ده هنتكلم عنه اكتر. بس قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد الادمن فاتكم بكل التفاصيل. ويلا نسمي بالله ونبدا في الكورت ونصحى بسم الله. طاقتك، طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، وايه خطوات القادمة. نشوف بس الكروت كلها تكون مظبوطة. بالنسبة لطاقتك انت يا برج الدلو، بص يا دلو، انا شايفة ان انت خايف، قلقان، متوتر، تعبان، مرهق، مخاصر، حواليك اشخاص سامة بتضللك عن الطريق الصحيح، بتعميك عن رؤية حقائق كتير. انت من كتر الخوف والقلق اللي انت بتشعر بيه، انت حاسس ان انت مشلول وما انتش قادر تاخد اي خطوة ايجابية تجاه العلاقة. ولكن مع بداية منتصف مايو عام 2026 شايفة ان انت هتبتدي تتحرر من الوضع اللي انت فيه ده يا برج الدلو بشكل كبير جدا. برج الدلو، انا شايفة ان انت حزين وكمان وحيد وبتتألم وبتمر بخسارة مالية، خسارة عاطفية، حاسس ان انت منبوذ مكروه، حاسس بالهجر والتخلي، حاسس ان حباك وشكك اداك دار وتخلوا عنك. انت معاك مفتاح حل جميع المشاكل، معاك مفتاح خروجك من الوضع ده، بس انت مستسلم للوضع ده. شايفة ان انت غامض جدا، شايفة ان انت بتفكر في حباك وشيكك وبتحن له وبتشتاق له وبتتواصل معاه اتصال روحي. انت يا برج الدلو عايز تعرف اخبار الشخص ده، عايز تعرف اذا كان الشخص ده لسه بيحبك ولا لا، بيفكر فيك ولا لا، هل ناوي يرجع ولا ما يرجعش. ودايما بتتابع اخباره عن طريق الابراج. البعض منكم بيعمل قراءات، بتراقبه مثلا على مواقع التواصل الميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا. انت بتحاول تجمع اي معلومات عن الشخص ده. انت خايف قوي برج الدلو وقلقان وقافل على نفسك الباب، ومبقتش قادر تدي الامان لاي حد. حاسس ان انت في وضع مستحيل يتصلح، حاسس ان العلاقه انهارت ما بينك وبين حباك وشريكك. شايف ان انت تعبان في الوضع ده، يمكن بتلجأ لحد اكبر منك سنا، اكتر منك خبره، يقف جنبك، يساندك، يدعمك، تخرج من الوضع اللي انت فيه. العلاقه ما بينك وبين حباك وشريك يا برج الدلو هي علاقه رفقاء روح، علاقه سولميد، علاقه توأم شعله. شايف ان انت يا دلو يعني مش عايز تسمح لنفسك ان انت تتجرر رسالة الاخرين نهائي، وده بيعني ان الاخرين هم سبب انهيار علاقتك. انت عايز تعمل ايه التوازن ما بين قلبك وعقلك بشكل كبير، عايز تكافئ مع المواقف بعقل صافي وقلب هادي، وعايز تحافظ على التوازن على قد ما تقدر، عايز تحافظ على توازنك. يعني شايفه ان مع بدايه منتصف مايو عام 2026، كنت لسه اقول 25 2026 يا جماعه. شايفه ان انت هتاخد خطوه تجاه علاقتك، ومش هتسمع لحد ان هو يبقى عقبه بينك وبينه باي شكل من الاشكال. شايفه ان احساسك ومشاعرك بتتجدد تجاه الشخص ده بشكل كبير، وعايز تروح لمتسرع متقدم في حركتك، مندفع تجاهه، حاسس بشغف واثاره رومانسيه وجاذبيه ورغبه بشكل كبير جدا، وعايز تروح له من جرف من قدميك.
الدلو، حباك وشريكك، هو أمنية من أمانيك، حلم من أحلامك. برج الدلو، انت بتشعر مع الشخص ده بالمتعة والإثارة الشهوانية، الدلع، التدليل. الشخص ده بالنسبة لك هدية أو نعمة ربنا أنعم عليك بيها. انت حاليا في مفترق طرق يا برج الدلو، وحواليك غربان بتقويك وبتأسيك وبتجمد قلبك على حباك وشكك بشكل كبير، لدرجة ان انت يا برج الدلو احيانا يعني بتضل طريقك وتفقد تركيزك. انت بتحب الشخص ده، بس زنهم على ودانك امر من السحر. بس شايفة ان انت هتتحرر زي ما قلت لك مع بداية منتصف مايو. شايف انت هتتحرر وهيحصل لم شمل، هيحصل صلح. العلاقة بينك وبين علاقة الفقراء علاقة سلمية، علاقة توأم شعري. ده غير ان العلاقة ما بينك وما بينه علاقة قدرية ربنا حاميها وربنا حافظها لكم، فرصة وعودة مع بعض مرة تانية. ده بالنسبة لطاقتك. ده بخلينا نشوف طاقة شريكك. طاقة شريكك مش هتختلف عنك، لأن أنت لسه في طاقة حصار وطاقة قيود، وحواليك غربان بتوقع ما بينك وما بينه. هو ابتدى إن هو يهدى، يستشفى، يبتدى يمر بمرحلة فيها صحوة، فيها تجديد. الشخص ده مع بداية منتصف مايو عام 2026 هيكون مليان بالطاقة الهادية المتوازنة، منفتح على مدوات جروح الماضي بشكل كبير جدا. ومهما كانت المشاكل اللي مر بيها، سواء كانت عاطفية، جسدية، روحية، عقلية، فهي أصبحت من ورا ظهره، وعلى تم استعداد إنه يحتضن المستقبل بشكل كبير جدا. الشخص ده عينه عليك، منتظرك، بيراقبك، بيفكر فيك، بيحن ليك، بيشتاق لك. احساسه ومشاعره صادقين جدا تجاهك. الشخص ده وفي ليك وعايز يجيلك بكل حب واخلاص، يبتدي معاك بداية جديدة. انا شايفة ان هو يعني عايز يحقق النجاح والاستقرار في حياته العملية وفي حياته العاطفية. الشخص ده عايز يصلح العلاقة، عايز يلم الشمل، عايز يعمل لك احتفالات، عايز يحضر لك مفاجآت، عايز يقضي معاك اوقات سعيدة، اوقات كويسة. ولكن منتظر اشارة منك، منتظر مبادرة منك، منتظر يشعر منك بالترحيب. خلينا نشوف مشاعرك انت تجاه برج الدلو. بص يا دلو، من الواضح ان انت في طاقة انهيار، انفصال، طلاق. انت مصدوم صدمة كبيرة جدا، ما انتش راضي عن اللي انت فيه اصلا. والتغيير اللي حصل في حياتك ده انت ما كنتش متوقعه. التغيير مفاجئ، وضع بالنسبة لك كارثي. انت قررت الفرار، قررت الهروب، بتبحث عن الهدوء والاستقرار. يمكن ابتديت تحصل على الهدوء واكتشفت ان في طرف ثالث هو سبب انهيار العلاقه بشكل كبير جدا ما بينك وما بينه. وانت يعني حاليا يا اما ابتديت تأيد الطرف الثالث او هتبتدي تأيده مع بدايه منتصف مايو عام 2026 جدا. ولكن حاليا زي ما قلت لك، انت بتتواصل مع الشخص ده اتصال روحي، بتفكر فيه وبتحن له وبتشتاق له، وبتتمنى الامور تتصلح ما بينك وما بينه، وعايز تبتدي معاه بدايه جديده، بدايه تكون قويه. طيب خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك يا برج الدلو. بص يا دلو، بالنسبه لمشاعره هو تجاهك، فحبك وشيكك وقرعك، مستنزف كل طاقته، مش عنده طاقه لاي حاجه. ولكن هو قريب جدا من النجاح، بيتعلم من اخطاء الماضي، الفشل اللي مر بيه في الماضي. مش عايز يكرر المشكله او اي خطا وقع فيه في الماضي. الشخص ده متمسك بيك، متمسك بقوة إرادته. شايفة إن هو على بعد خطوات بسيطة من النجاح، سواء بقى في حالته العاطفية أو في حياته العملية. يعني إحنا لو رجعنا لطاقته تاني، أنا قلت لك إن هو عايز يحقق يعني النجاح والاستقرار في حياته العاطفية وفي حياته العملية، وهو فعلا على بعد خطوات بسيطة من النجاح ده. شايفة إن هو حاليا بيخطط لشيء، ولكن أحيانا بتحصل له انتكاسات بسبب إن الأمور مش بتمشي زي ما هو عايز أو زي ما هو مخطط لها. العلاقة ما بينك وما بينه يا برج الدلو علاقة رفقاء روح، علاقة سلمية، علاقة توأم شعلة. الشخص ده بيشعر برومانسية تجاهك، إثارة، جذب، رغبة. هو شايف إن أنت رفيق روحه، السلميت بتاعه. في بينك وبينه في الإحساس والمشاعر توافق بنسبة يعني 99%. ولكن في حاجات كتير أنتوا مختلفين فيها يا برج الدلو. بس دايما إحساسك ومشاعرك يعني بيقودوك ليه وبيقودوك بيقودوا ليك.
يعني انتوا احساسكم ومشاعركم هي اللي بتحرككم يا برج الدلو تجاه بعض. ولكن لو بصينا بشكل عام، في اختلافات كتيره ما بينك وما بينه. يمكن الاختلافات دي تكون مثلا في العمر، في الجنسيه، في الديانه، في التفاهم، في التعليم. ايا كان الاختلافات اللي بينك وما بينه، آه، واضح معايا ان في اختلافات ما بينك وما بينه. ولكن في كل الاحوال هو عايز يصلح العلاقة، عايز يلم الشمل، عايز اعمل لك احتفالات، عايز احضر لك مفاجآت، عايز اقضي معاك اوقات سعيدة، اوقات كويسة. بس الطرف التالت اللي هو سبب انهيار العلاقة، يعني هو المنع برضو ان هو ياخد الخطوة دي تجاهك يا برج الدلو. ده خلينا نشوف هو شايفك ازاي يا دلو. بص يا دلو، هو شايف ان انت حزين، تعبان، قلقان، ندمان، آه او ان انت صدقت اي كلام اتقال عنه. شايف ان الماضي بيأثر عليك بشكل كبير. شايف ان كل اللي بيقووك عليك او اللي بيأسوك عليك يعني يتخلوا عنك. بعد ما العلاقة انهارت هم اتخلوا عنك وسابوك لوحدك يا برج الدلو. هو شايف يا برج الدلو ان انت حاسس بالظلم، حاسس ان انت اتظلمت، ويعني منتظر العدل، العدالة الإلهية، منتظر الكارما تتحقق بشكل كبير، منتظر الحقيقة، الصدق يا برج الدلو بشكل كبير. هو شايف برج الدلو العلاقة بينك وبينه منهارة. وشايف ان انت يعني مش حاسس بالامان. وكمان عايز تقوي العلاقة لان انت يعني حاسس ان العلاقة دي مش مبنية على اسس متينة. هو شايف ان انت عايز تقوي العلاقة باي شكل، عايز تقوي الرابط ما بينك وما بينه، عايز تعمل ارسال اسس العلاقة بشكل كبير، عايز تبني العلاقة على اسس متينة مش اي حاجة تهزها. هو شايف ان انت شخص طيب جدا يا برج الدلو، وشخص مخلص، شخص يعني اسلوب حياته اسلوب صحي. طب خلينا نشوف ايه نوعية تجاهك. هو نوايا كلها خير، بس حاليا الامور مش في صالحكم اصلا، والوقت مش مناسب. يمكن كمان انتوا مديين فرصة لاشخاص يعني تتدخل ما بينك وما بينه، وهي سبب انهيار العلاقة بشكل كبير. شايفة حاليا ان في صراعات وجدالات وخلافات ما بينك وبين حباك وشريكك كبار جدا. الامور ما بتهداش اصلا، بل بالعكس كل ما بيحصل مثلا مواجهة كل ما المشاكل بتزيد ما بينك وما بينه. يعني تحس كده ان بدل ما الامور تهدى النار تزيد في العلاقة. ما بتقدروش تسيطروا على الوضع. وده بسبب زي ما قلت لك ان في اشخاص بتتدخل ما بينك وما بينه بشكل كبير. الامور مش هتبتدي تستقر غير لما تخرجوا اي شخص من العلاقة او اي طرف من العلاقة. انا شايفة ان حباك وشريكك هيحصل عنه تحول روحي، وهيتخلى عن النهايات، وهيبقى عايز يبتدي معاك بداية جديدة. الشخص ده يمكن عمره مش وصل لك احساسه ومشاعره تجاهك، ولكن خليني اقول لك ان هو ما زال بيحن ليك وبيشتاق لك وبيفكر فيك، واحساسه ومشاعره دايما بتجدده تجاهك. الشخص ده احساسه ومشاعره هما اللي هيحركوه باتجاهك، وهما اللي هيخلوه ياخد خطوة قريب جدا، لان شايف ان هيكون عنده بداية جديدة، والشخص ده مش قادر يقاوم احساسه ومشاعره. طب خلينا نشوف ايه خطواته القادمة تجاهك يا برج الدلو. بص يا دلو، حباك وشكك محاصر، مقيد، معلق في حالة ذهنية او موقف مخليه يعني مش سعيد، مش مبسوط خالص. الشخص ده كل ما بيحاول يصفالك او يهدى او يستشفى، يبقى عايز ياخد خطوة تجاه العلاقة، يفتكر الموقف اللي حصل بينك وبينه فيتراجع لورا. الشخص ده ما بقاش عارف يعني اذا كنت انت لسه بتحبه ولا لا. ما بقاش عنده كل مشاعرك الحقيقية. هو بقى ضل طريقه، فاقد تركيزه، ومش عارف الطريق الصحيح المفروض يمشي فيه. بظهور البطاقة هنا برج الدلو، ف حباك وشيكك حاسس بالظلم بشكل كبير، حاسس ان في طرف تالت كان سبب ظلمك وظلمه وسبب الوضع اللي انت بتمر بيه. هو عايز يحقق الانصاف، عايز يحقق العدل، العدالة، عايز يرفع الظلم اللي واقع عليكم. حباك وشيكك شخص طيب، شخص كريم، بيعمل اعمال الخير، بيساعد الغير. الشخص ده هياخد خطوات تجاه العلاقة، وهيبقى عايز ينهي الوضع اللي انتوا فيه بأي شكل، وهيعمل المستحيل من أجل إصلاح العلاقة دي.
انت هدف من اهدافه هو يبتدي ان هو يسعى لتحقيق اهدافه، ولكن خطواته يا برج الدلو هتكون بطيئة شوية، لان هو بيعتمد على المثابرة والصبر في تحقيق اهدافه وطموحاته. طيب خلينا نشوف النصائح بتاعت العذاب بتقول لك ايه. بص يا دلو، انت جاي لك رسالة او اخبار كويسة خلال فترة قصيرة جدا. الاخبار دي هتكون سبب تغييرات كبيرة جدا في مستقبلك بشكل كبير. اما بالنسبة للبطاقة هنا، فالبطاقة بتعني ان انت هتحصل على النجاح بشكل كبير، وهتغير نظرتك للحياة، ويعني هيكون عندك يعني قبول لافكار جديدة بشكل كبير. او علشان تحصل على النجاح انت محتاج تغير نظرتك للحياة وتتقبل افكار جديدة. يعني اما بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه بتعني ان انت هتحصل على الامان والاستقرار والحمايه. واحيانا هي نفس البطاقه بتدل على انك هتقف في نفس مكانك. طب انت كبرج الدلو تعرف منين اذا كنت هتحصل على الامان والاستقرار ولا هتفضل واقف في مكانك؟ ده حسب سعيك انت يا برج الدلو. البطاقه بتعني وجود رجل في حياتك. الرجل ده رجل كويس. اما من ناحيه العاطفة، فالبطاقة هنا بتقول لك اسأل على المساعدة أو اطلب المساعدة برج الدلو. أما بالنسبة للبطاقة هنا، فالبطاقة بتقول لك إن هيكون في مساومة الفترة اللي جاية. أما بالنسبة للبطاقة ليك بشكل عام بتقول لك أنت تستحق. اقبل أي هدايا إيجابية تأتي في طريقك، وقاوم الرغبة في الابتعاد عندما يقدم لك شيء تريده. ويعني يشمل ذلك قبول المجاملات يعني بلا وقع. يعني من الناحية الصحية فصحتك مستقرة يا برج الدلو، ومن الناحية العملية والمالية فأمورك مستقرة ولا جديد الفترة دي. يعني كمان بص، هو مفيش جديد، بس لو اشتغلت على نفسك هتحصل على النجاح بشكل كبير. برج الدلو كده خلصنا القناة بتاعتنا. اتمنى لك تنطبق عليكم، اتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، واشوفكم في فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.